السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعم، استوقفني ليلة البارحة تدخل السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تهجم على المغاربة الفيسبوكيين ويعني شبههم بالكلاب. فهذا المستوى من السباب يعبر عن تدني مستوى هذا الوزير الذي أفاض الكأس، يعني نقطة أفاضت الكأس، ويبدو أنه مسنودا من خلال مواقفه ومن خلال خروجه وتهجمه على كل المغاربة، فنعتبره مسنودا من جهات خارجية. فالمغاربة يدركون جيدا ما قاله الوزير، ويعلمون أن الوزير مسنود لجهات خارجية، وهو يدافع عن أجنداتها ويحاول يعني خلق الفتنة داخل وطننا الغالي من خلال دفاعه عن وزير العدل كذلك، الذي اعتبر المغاربة أنهم علمانيون. فأراد السيد الوزير أن ينصف صديقه وزير العدل على اعتبار أنه يدرك فهمه للعلمانية، وكأنه ينظر للعلمانية وفق مخططاته الخاصة ووفق رؤيته. نعم، السيد الوزير العدل تدافع عن من تشاء، و يعني تهادن مع من تشاء، وتفند كل أطروحات الشعب المغربي الرامية إلى يعني تصحيح الأوضاع، تصحيح الرؤية، وتصحيح كل الأعطاب المتعلقة بالحياة العامة. فندرك جيدا كمغاربة أنك لست في المستوى تطلعات الشعب المغربي الذي تحكمه هويته وتحكمه مرجعيته التاريخية وثقافته وتحكمه أعرافه وتقاليده. فأنت تجاوزت كل الأعراف وقمت بقطيعة إبستمولوجية مع كل ما هو يعني مغربي متعلق بالمرجعية المغربية، بالتراث المغربي، بالمرجعية المعتمدة للإسلام المغربي. فأنت كذلك تدعو إلى العلمانية وفق منظورك، وتقطع مع كل ما هو موروث ثقافي، كل ما هو محلي. فأنت تشتغل بأجندات خارجية، أقولها لك وبكل جرأة، ولا نهاب في كلمة الحق، يعني لومة لائم. فالله من فوقنا، فنحن مغاربة. ولما رفعت شعار وطني روحي فداه أقولها ورأسي مرفوعا إلى عنان السماء، فأنا مغربي جبلت على هذه الخصوصيات، وبفطرتي أتصدى لكل ظالم أثيم. فأنت ظالم أثيم تعتدي على حرمات هذا البلد وتقزم المغاربة وتسبهم وتعتبرهم كلاب بقولك القافلة تسير ويجب تأديب الكلاب. وأنت من سيؤدبك؟ سيؤدبك الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولاك ويتولانا على مواقفك التي تقطع مع هويتنا، مع خصوصيتنا، مع ثقافتنا، مع تربيتنا كمغاربة. كذلك تريد يعني تلجيم كل الأفواه الحرة المغربية القحة التي تدافع عن الهوية الوطنية، والتي تدافع عن الخصوصيات وعن الشعار الخالد الله الوطن الملك. أنت تريد تقزيم كل المغاربة، وتحاول بسياسة هجومك هذا على المغاربة أن تثبت أنك على صواب. فأنت غارق في الفساد ورجل مفسد، لا علاقة لك بخصوصيات هذا البلد الطيب وأهله الطيبين. نعم، ندرك أجندات الخارجية التي تتعامل بها هذه الحكومة، سواء رئيس الحكومة، سواء وزير الأوقاف، سواء أنت، كلكم وجهة لعملة واحدة. تروجون للسموم
وتريدون الهلاك لهذا البلد ولأهله. أقولها وبكل صدق ومصداقية ولا يخيفني ذلك. أقولها تريد تلجيم يعني الأفواه وتكميمها. ماذا تريد من المغاربة؟ تريد أن ينبطحوا كما انبطحت للغرب وكما انبطحتم لصندوق النقد الدولي الذي لا يراه ومنفذوه سوى تطبيق هذه السياسات الرامية إلى تقويض مصلحة البلاد والعباد وفق غايات محددة رسمتموها في الخفاء مع جهات خارجية. تريدون الزج بنا في غياهب الظلم والظلمات، ونحن كمغاربة سنتصدى أقولها سنتصدى لكل المحاولات الرامية إلى تقويض ثقافة البلد. نحن كمغاربة لنا مرجعيتنا المعتمدة ولا نخاف أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحكومة التي أثبتت فشلها منذ بدايتها. نعم، مرت على المملكة المغربية حكومات تتعاقب وحكومات منذ عهد الراحل الحسن الثاني، ولم نرى مثل هذه الحكومة منذ عهد المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه ونور ضريحه. لم نرى مثل هذه الحكومة القاتلة الفاشلة التي تريد بنا أن ترمي بنا في غياهب الضلال، في غياهب الظلم والظلمات. اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. اللهم يا وكيل توكل، يا وكيل عليهم فحسبهم إذا كان القوي في موكله. نعم، أقولها وأعلنها للرأي العام الوطني وكل الذين يتابعونني داخل هذه المنصة المباركة أننا لا نبتغي من ذلك أي أجر، فأجرنا على الله سبحانه وتعالى. فندعو كل المغاربة الأحرار أن يتصدوا لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة أرادت بنا شرا وأرادت بنا أن تلقي بنا في 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 في, في الغي والضلال. نعم، إنها حكومة فاشلة، حكومة ساقطة، حكومة تقطع مع كل الموروث الثقافي المغربي، مع خصوصيات المواطنين المغاربة، فإنها حكومة فاشلة. قلت أنه منذ عهد الحسن الثاني طيب الله ثراه لم نرى مثل هذه الحكومة. في عهد البصري كان القمع مستشريا داخل المجتمع، ومع ذلك لم نكن نرى ولا نسمع مثل هذه الترهات التي جئتم بها يا حكومة عبد العزيز أخنوش. هذه الحكومة الفاشلة، هذه الحكومة الظالمة. أسأل الله سبحانه وتعالى هو اللي غياخذ فيكم الحق، لأنكم قتلتونا وقتلتوا الشعب وقتلتوا الأمة وأغرقتمونا في المديونية وأغرقتمونا في الفقر المدقع وجوعتوا هذا الشعب وجوعتونا. فوكلنا عليكم الله سبحانه وتعالى ياخذ فيكم الحق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.